وما بعرف كيف قدرتوا تسجلوا بالجامعة، بس لما حاولتوا انكم تحصلوا على حريتكم صادرتوا لي حريتي وقيدتوني، والحقيقة ما رح اقدر اعطي محاضرات وانا هيك. باختصار وجود المحجبات بيعمل لي توتر. سكر عيونك دكتور، ما خطر عبالك هالحل؟ او دير ظهرك، منسمع مو مشكلة. ولد تافه، اطلعوا من المدرج فورا، انا ما رح بلش درسي لحتى يطلعوا المحجبات. دكتور، بترجاك لا تعمل فينا هيك، نحن ما أذينا حدا لتكرهنا، يعني شو اللي بيوتر إذا في حجاب على راسنا؟ حاضر، وهي أنا تحجبت، بتحب أطلع هلأ؟ حاجي تخبيص، انتوا شلون عم تسمحوا لهيك رجعيين انهم يأسروا عليكم؟ حضرتك جاي تعطينا محاضرة بس الظاهر مو ملتزم بالقسم. إذا نسيانه بذكرك. أقسم أنني لن أسيء استخدام الحقوق والصلاحيات التي منحتني إياها شهادة الطب وسألتزم بها، وأن أقضي حياتي في خدمة الإنسان، وأن أحترم حياة الإنسان وأحافظ عليها دائما، وأنني لن أستخدم معلوماتي ضد الإنسانية، وأتعهد بأن لا أفشي أي سر عرفته في مهنتي، وأن أحترم أساتذتي وكافة زملائي في المهنة. الدين، الجنسية، القومية، أقسم أن لا تؤثر علي في ممارستي لمهنة الطب وأن لا تشكل فرقا أو تمييزا لدي، وسوف أمارس مهنتي بكل صدق وكرامة، وأقسم بشرفي على أن ألتزم بهذا القسم. واضح دكتور، واضح إنه في واحد عقله محجب، أنت. وإذا بتريد اطلع لبرا. أوه، أنا انبسطت.